المرسلين. السيد مفتي السلطة، السيد مندوب وزارة التجارة والصناعة، نواب السيدات والسادة الأعضاء المحترمين، السيدات والسادة المنتجين وسائل الإعلام، السيدات والسادة الحضور الكريم. يسعدني أن أرحب بجميع وأشكركم على تفضلكم بالحضور والمشاركة في أشغال هذه الدورة التي تنعقد في أجواء وطنية حزينة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق ببلادنا. وبهذه المناسبة الأليمة أجدد باسم الخالص ونيابة عن السيدات والسادة الأعضاء وعضو الغرفة وكافة المنتسبين تعازينا الحارة ومواساتنا لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولكل الأسر المكلومة إلى الشعب المغربي، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم أهاليهم وأسرهم جزيل الصبر والسلوان. حضرات السيدات والسادة، لا يسعنا كممثلين لهذه المؤسسة الدستورية إلا أن نسجل بكل اعتزاز الرؤية المتبصرة والمبادرات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في التعامل مع تداعيات هذه الكارثة والتخفيف من آثارها. قد أطلق جلالته برنامجا استعجاليا ذي الحاجة المتعددة للإنقاذ وإعادة الإعمار وتقديم كل أصناف الإغاثة والتعليم الساكنة المتضررة جراء الزلزال. في هذا الإطار متماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وكذلك تجسيد قيم التآخي والتضامن الوطني، فإن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي تعبر عن انخراطها اللا مشروط في تنزيل المبادرات الملكية من خلال مساهمتها في جهود إعمار المناطق المنكوبة وإيواء المتضررين. وفي نفس السياق سيتم تشكيل فريق عمل ستسند له مهمة القيام بزيارات ميدانية ومعاينة محلات تجارية والإنصاف إلى أصحابها قصد الوقوف على الخسائر التي لحقت بهم جراء تداعي الزلزال المدمر، مع إعداد تقرير يتضمن جميع الحاجيات من أجل تقديمها إلى الجهات المسؤولة للصالح على تدارسها وضبطها لما يخفف من وطأة تضررهم من هذه الكارثة الطبيعية. وهذا العمل يندرج في إطار المواكبة المستمرة لمؤسساتنا تجاه المنتسبين. كما تعبر الغرفة عن افتخارها واعتزازها بالدعم والمساندة التي أبداها المنتظم الدولي مع بلادنا في هذه الظرفية الصعبة، وتشيد بموقف تضامني للمغاربة داخل وخارج أرض الوطن، والذي جسد لمحة الشعب المغربي وأثبت معدنه الأصيل للتعبير عن مشاطرته القوية لإحزان أسر الضحايا والمصابين. السيدات والسادة الأعضاء، سنسعى من خلال جهود أعمال هذه الدورة إلى مناقشة مجموعة من النقط تهم مساهمة الغرفة في الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلازل، والتطرق إلى مآل إحداث تمثيلية للغرفة بإقليم الرحاب والشيشاوة، مع تشكيل لجنة لتحديد العقار والسوم الكرائية لتمثيلية الغرفة بإقليم شيشاوة، إلى جانب التطرق إلى وضعية المشاريع الاستثمارية للجهة كمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية طوال العرض والمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى جانب تتبع إنجاز مختص التنمية، ملتمسين من السيدات والسادة الأعضاء إلى إغناء النقاش في اقتراحاتهم. وبخصوص مشروع المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض، فإننا توصلنا بموافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على تسوية وضعية الكراء العقاري التي سيحتضن هذا المشروع. وفي هذا بخصوص هذه النقطة سيتم وضع التوضيحات في طرف المدير الجهوي للغرفة. أما فيما يخص مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية طوال العرض، فسيتم إعطاء دراسات متعلقة بهذا المشروع خلال الأسبوع اليوم الاثنين المقبل إن شاء الله. وقد توفقنا إن شاء الله لأن الكثير من أعضاء الغرفة لإقليم الصويرة كانوا يظنون بأنه لا يكون عندهم حي صناعي، واليوم الحمد لله توفقنا والدراسة غادي تنطلق يوم الاثنين والأمور غادية في من الأحسن إلى الأحسن، ونخليو توضيحات أكثر في السيد المدير. وفقنا الله جميعا لما فيه خير ومصلحة لبلادنا الآن تحت القيادة الحكيمة لقائدنا الهمام صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.